ازيكم حبايبي، عاملين ايه في مطبخ السعاده؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم السمك المقلي. معانا كيلو وربع سمك مقلي، ومعانا حشو السمك رشه بقدونس والثوم وفلفل متقطع، والبهارات معانا كمون وكزبره وبابريكا، وهنضربهم كلهم في الكبه ونبدا نحشي السمك. هنحشي السمك من بره ومن جوه زي ما انتم شايفين كده مع حضراتكم بالظبط. هنتبله كويس جدا من بره ومن جوه عشان السمكية كلها تشرب من التتبيلة. بتفرق جدا جدا في القلية وفي طعم السمك زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم بالظبط كده. هنحشي الكمية كلها، حاشينا كده معاكم الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ بقى نقليه. الدقيق عبارة عن دقيق ابيض، رشة دقيق ابيض فاخر وعليها رشة دقيق ذرة، ده بيفرق جدا في قرمشة السمك. وهنعمل هنا جسم السمكة كله بالدقيق، بس دقيق الذرة بيفرق جدا، جربوه وان شاء الله ان شاء الله هيبقى زي الفل معاكم. وهنخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، وحاطين الزيت على النار يقدح زي ما انتوا شايفين كده، وهنقليه ونرجع لكم تاني بإذن الله. بس لازم يكون الزيت مقدوح، ما ينفعش احطه والزيت بارد. اول ما يقعد يغلي كده بنوطي له النار عشان يطيب من جوه، وفي نفس الوقت ما ناخدش زيت كتير. بس دقيق الذرة بيفرق جدا وبيديله قرمشة جميلة زي ما انتوا شايفين كده. اللي على جسم السمكة ده من بره دي عبارة عن التتبيلة، بتبقى عاملة طعم جميل جدا للسمك. هنعمل هنا ان شاء الله الرز مع السمك حباية وحباية. هنحط زبدة وزيت، وهنحط كمية. مسكنا الرز غسلناه، هناخد نص الكمية ونحطها نحمرها زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. هنحمرها مع بعض لما تاخد لون، هنقعد نقلب فيها لما تاخد لون نحط بقية الكمية، نديها تقليبة زي ما انتوا شايفين كده. هنقلبها، الزبدة بتدي طعم جميل جدا للرز. هنا خلاص بدأ الرز ياخد لون معانا. اول ما ياخد اللون البني معانا كده زي ما انتوا شايفين هنحط بقية كمية الرز، ومعانا رشة الملح، وهنحط عليه المية بتاعته ونديله تقليبة ونغطيه. بيبقى طعمه بيفرق جدا جدا مع السمك المقلي زي ما انتوا شايفين معانا هنا كده. الرز طاب، وده الشكل النهائي يا حبايبي معاكم، وبألف هنا وشفا.